السلام عليكم، فيديو جديد مع وصفة جديدة. نتمنى تكونوا بصحة جيدة واحوالكم طيبة. غنشارك معكم في هذا الفيديو ان شاء الله وصفة ديال صابلي بريستيج. عجينة وحده كنخرجوا منها جوج ديال الشكيلات. كيجي صابلي رائع جدا، المذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف، كيجي مقرمش. ومع جميع اسرار النجاح ديال الصابلي باش ينجح معكم، فقط تبعوا الفيديو الاخير باش تعرفوا طريقة التحضير ديالو وتعرفوا على الاسرار ديالو باش ينجح لكم. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. ولا كنتو غتشوفوا القناة لأول مرة وعجبكم المحتوى اللي كنقدم لكم، ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. ودابا غنبداو على بركة الله في الوصفة ديالنا. غادي نبداو بالنسبه للمكونات. عندي 250 غرام ديال الزبده. بالنسبه للزبده عندي 150 غرام ديال زبده نباتيه و100 غرام زبده حيوانيه باش كيجينا صابلي بنين فيه لوغو ديال الزبده حيوانيه، كتعطي مذاق زوين للصابلي. ضفت عليهم كاس ديال السكر الخشن او سكر سنيده. من الاحسن الصابلي ديروا فيه السكر سنيده باش كيجيكم مقرمش، ما ديروش سكر كلاصي. ودرت واحد القبيصه ديال الملحه. بالنسبه للزبده كما قلت لكم درت 150 غرام زبده نباتيه ديال البواطه، تقدروا تستعملوا المارغرين اولا اي نوع ديال الزبده كتبغيوها. و100 غرام ديال الزبده حيوانيه كتعطينا واحد المذاق زوين ومغاير تماما للصابلي. وإلا ما كنتوش بغيتو ديروا زبده حيوانيه كتكتفيو يعني الكميه كلها 250 غرام كلها زبده نباتيه. ضفت هنا كاس ونص ديال الزيت النباتي وغادي نخلط مزيان هاد المكونات. ضروري من اسرار النجاح ديال الصابلي انه هاد المكونات السكر مع الزبده والبيض خصهم يطربوا مزيان بيدينا، يعني كنخلطوهم جيدا حتى ما كيبقاش يبان داك البيض كينسجم لينا مع الزبده ومع الزيت والسكر حتى هو كيبدا كيذوب. يعني ضروري خصكم تخدموه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق تقريبا وانتم كتخلطوا مزيان. والزبده تكون بحراره المطبخ باش كتسهل عليكم انكم تخدموها. وإلا استعملتوا الزبده ديال البواطه راه غادي كتسهل شويه الخدمه. هنا غنكه الصابلي ديالي بالنكهه ديال الناطا اولا لاغوم ديال الناطا. نتوما لكم الاختيار، كتنكهوا الصابلي ديالكم باي نكهه بغيتو. كتقدروا تكتفيو فقط غير بالفاني. هنا ضفت واحد الملعقه كبيره مع مرش ديال الجليكوز. بالنسبه للدور ديال الجليكوز في هذا الصابلي كيخليه مقرمش مده طويله. الا كان متوفر عندكم استعملوه اولا ديروه، ما كانش متوفر ماشي مشكل، فقط تبعوا غير المكونات وطريقه التحضير مهمه. كنركز على طريقه التحضير ديال هذا الصابلي هذا، تبعوها باش كيجيكم صابلي زوين. هنا من بعد ما خلطت كلشي مزيان كنأكد اننا كنخلطوا جميع المكونات جيدا. عاد كنبداو كنضيفوا الدقيق تدريجيا اللي كيكون خاص بالحلويات وكيكون مغربل بطبيعه الحال. كنغربلوه مزيان وكنبداو كنضيفوه. هنا ما كنعجنش بيديا باش كنجح لكم الصابلي كيجي هشيش ومقرمش. ما كنعجنش بحال لاباط بريزي الصابلي تماما، ما كنعجنوش، وانما غير كنخلط بالاصابع ديالي بحال هكا. كنخلط العجينه ديالي حتى كتندمج جيدا وكنحصل على عجينه اللي ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه. هنا كنحاول نجمع العجينه غير بالاطراف الاصابع، ما كنحاولش انني ندلكها، لانه الصابلي الا دلكتوه كيعوج لكم في الفران، ما كيبقاش يعني الفورمه ديالو شادها كما دخلتوه في الاول. ما كيبقاش يعني كيدي فورمه لكم في الفرن وما كيجيش زوين. والسر انه باش ما يدي فورماج في الفران هو هذا، اننا العجينه ما كندلكوهاش وانما غير كنجمعها بالاصابع بحال لاباط بريزي تماما كما قلت لكم. هنا بالنسبه للدقيق تقريبا دخل لي هذه كميه. بالنسبه لهذه العجينه هذه راه عجينه كبيره، تقريبا دخلت ليا كيلو تقريبا ديال الدقيق. هنا غادي نخلطها بهذه الطريقه هذه، ماشي كندلكها وانما كنخلطها. بالنسبه للعجينه كتجي على هذا الشكل هذا. غادي نخليها في بلاستيك غذائيه ولا بلاستيك عاديه وكندخلها للثلاجه واحد نص ساعه بحال هكا كترتاح واحد شويه. عاد كنبداو كنطلقوها. ضروري انكم تخليوها ترتاح شي شويه وما فيهاش الخميره. الصابلي هنا ما كنديرش فيه الخميره باش ما كيبقى الفورمه ديالو شادها، ما كيعواج كما كنقولوا ولا ما كيصغرش، يعني كيبقى شاد الفورمه ديالو. نتوما غتشوفوا معايا النتيجه في النهايه في الاخير. هنا غادي نطلق العجينه. كنقسموا لواحد، كندير واحد الكميه كنطلقها بين جوج ديال البلاستيكات، والكميه المتبقيه كندخلوها للثلاجه دائما حتى كنحتاجها وكنخرجها. كنطلقوا العجينه بين جوج البلاستيكات باش كتسهل علينا المأموريه ولا الخدمه. هنا كنطلقوها ما تكونش غليظه بزاف، الصابلي خصو يجي شويه رقيق. كنديروا بها كنطبعوا بهذا المرشم هذا وانتم راه كتستعملوا اي مرشم بغيتو. هنا انا الصابلي غادي نخرج فيه جوج ديال الشكيلات. بالنسبه لهاد العجينه هذه راه تقدروا انكم تخرجوا فيها حتى 4 ديال الشكيلات، لكم الاختيار. وتقدروا انكم تنسموا كل شكل اولا كل كميه ديال العجين بالنكهه اللي بغيتوها. نتوما كتفننوا، نتوما كديروا كلشي على حسب الذوق ديالكم. المهم انا كنعطيكم لا باز. هنايا كانت العجينه ها هي كما كتشوفوا راه كتجي رقيقه كتبقى كما هي
كتدخلوها للفران. بالنسبة للفران كيكون عفوا سخون، كنقصوا العافية على 150 درجة، كيطيب على خاطرو دائما الصابلي كنطيبوه على نار اللي كتكون مهيلة باش كيجيكم اللون ديالو محمر تحميره وحده، كيجي موحد وكيجي مقرمش وزوين. هنا غادي ناخذ الشكلاط اللي غنزين بيه واحد الشكل ولا الشكل الاول. كناخذ الشوكولاته كندوبها وكنديرها في هاد البلاستيكه اللي كتكون خاصه بالشكلاط، راه معروفه، كتوفر في جميع المحلات اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلويات. كديروا اي موتيف بغيتو وكديروا فيه الشكلاط وكتدخلوه للثلاجه غير حتى كيبرد شي شويه، كيشد راسو، كتعاودوا كتحيدوه وكتعاودوا كتعمروا نفس العمليه حتى كتكملوا الكميه كلها اللي عندكم ديال الشكلاط. وبالنسبه للشكلاط هنا كتخدموا بالشكلاط ابيض اولا الشوكولاته سوداء، يعني شكلاط اسود، لكم الاختيار نتوما على حسب يعني الشكل اللي بغيتو تخدموه. صافي هنا غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كلها. كنحاولوا نديروا بحال الطريقه هذه باش ما كيبقاوش لكم الفراغات، في الاسفل، كيجي الموتيف مقاد، يعني ديك الشكلاط كتجي مقاده، ما كيجيوش فيها الفراغات في الاسفل. وهنا الصابلي ديالي من بعد ما خرجته من الفران كما كتشوفوا كيجي اللون ديالو بحال هكا، كيجي مذهب. غير الطريقه كما قلت لكم، الفران يكون يعني مسخن في الاول سخون، ومن بعد كتدخلوا الصابلي ديالكم كيكون مشعل الفران من الاسفل ومن الاعلى على 150 حتى 160 درجه، كيطيب على خاطرو باش كيجيكم مذهب وكيجي بحال هكا، ما كيديفورماش نهائيا، كيبقى كما هو، كيجي صراحه ناجح 100%. هنا درت جوج ديال الشكيلات، الشكل الثاني ما شاركتوش معكم، درت داك الشكل اللي كيكون مثقوب من الوسط. هنا غادي نصايب معكم التعليكه اولا يعني الخلطه اللي كنلصقوا بها الصابلي. عندي هنا كميه من الشوكولاته البيضاء، غادي نضيف عليها واحد الكميه من العسل. نتوما كديروا الكميه اللي بغيتوا، الا كان عندكم صابلي كثير نتوما يكون ميزانكم على حسب شحال غتستعملوا ديال هاد التعليكه هذه. عندي واحد الملعقه كبيره ديال الكليكوز، هاد الكليكوز هو اللي كيعلك لينا هاد التعليكه وكتجي زوينه. وغادي نضيف عليها وغادي صافي هادو هما المكونات، غادي نديرهم فوق النار حتى كيذوبوا لينا مزيان. بالنسبه لهذا الخليط هذا غنزوق به داك الشكل الاول ديال الصابلي. درت هنا فواكه معسله ودرت شويه ديال الكاوكاو ايفيلي، غنضيف عليهم شويه ديال العسل، وغنضيف عليهم كذلك واحد شويه ملعقه صغيره فقط ديال الجليكوز. غنديرهم فوق النار حتى كيذوبوا لينا مزيان وكينسجموا مع بعضياتهم، وكنخليوهم جانبا. بالنسبه للتعليكه، ها هي من بعد ما دابت مزيان كما كتشوفوا كيجي هذا هو الشكل ديالها. هنا راه باقا سخونه، ملي كتبرد راه كتولي يعني متماسكه. هنا نقسمها على جوج، بما انني غادي نحضر جوج ديال الشكيلات ديال الصابلي، وغادي ندير كل شكل ولا كل جزء غادي نقسمو بواحد النسمه. بالنسبه لهاد الكميه هذه غادي نقسمها بالمذاق ديال الناطا اولا لاغوم ديال الناطا اللي كنا نسمنا بها الصابلي. يعني الشكل الاول غنقسمو بالناطا وغنخلطو مزيان، ديك النكهه كنخلطها مزيان مع هاد التعليكه هذه، كتجي صراحه خطيره وبنينه بزاف وناجحه. هنا غادي نبدا معكم في الشكل الاول. كنحط ديك التعليكه. بالنسبه لهاد التعليكه هذه، الا شفتوا انها بدات كتجمد شي شويه، كديروا واحد المقيله ولا شي حاجه كديروا فيها مطايب، وكتحطوا فيه هاد الزلف فاش كديروا ديك التعليكه باش كتبقى لكم سايحه شي شويه وكتسهل عليكم العمل. حنا كنلصقوا ديك التعليكه شي شويه وكندير عليها ديك الشكلاط. من بعد ما كما كتشوفوا من بعد ما قديتهم كاملين كيجي هذا هو الشكل ديالهم. صافي من بعد ما كملت كلشي بنفس الطريقه، هذيك الخلطه ديال الفواكه المعسله وكاوكاو ايفيلي، تقدروا ديروا كاوكاو اللوز ايفيلي اولا اللوز كونكاسي، المهم لكم الاختيار. هنا كنعمر هذاك الوسط بهذيك الخلطه ديال الفواكه المعسله والكاوكاو ايفيلي، كنعمرهم بهذا الشكل هذا، وكيجي الشكل ديالو رائع جدا وكيجي صابلي بنين بزاف. هانتوما كما كتشوفوا كيجي هذا هو الشكل ديالو. كنعمروا داك الوسط بديك الخلطه. ودابا غادي ندوزو للشكل الثاني ديال الصابلي. بالنسبه لهذيك الكميه اللي تبقات لي ديال التعليكه غادي نزيد عليها شويه ديال لاغوم ديال الفريز او الفراوله. نتوما كديروا اي نكهه بغيتوها، بيستاش، كراميل اللي بغيتو. انا فضلت هاد النكهات هادو نخدم بهم هاد الصابلي.
كنخلطهم مزيان. هنا راني سخنت هاد التاليكه لان دغيا كتجمد، فين ما كنلقاها يعني جمدات كنسخنها باش كتسهل عليا الخدمه. هنا غادي ناخذ هاد الشكل هذا، هاد الجزء اللي كيكون فيه ديك الثقب في الوسط، كندهنو مزيان بهذيك التاليكه، وكندير عليه كاوكاو، كنلصق عليه كاوكاو كونكاسي. هنا غادي نكمل بنفس الطريقه، كندهنو اولا كندهنو داك الصابلي كما كتشوفوا بديك الخلطه ديال التاليكه، وكنديرها في كنفندها في هاد الكاوكاو اللي كيكون كونكاسي. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كلشي. وهنا غادي ناخذ داك اللي كيكون في الاسفل كندهنوه بحال هكا، كندير له شويه ديال ديك التاليكه، وغادي نلصق عليه داك الجزء الاول اللي كنت صايبت معكم اللي فيه الكاوكاو، كيجي هذا هو الشكل ديال الصابلي. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكملو كامل بنفس الطريقه، وهذا كيجي صراحه بنين فيه داك الكاوكاو، كيعطيه مذاق زوين، وديك النكهه ديال الفراوله كيجي رائعه. نتلاقاو في الشكل النهائي، وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي بريستيج من بعد ما زوقته وكملته في التزيين. كيجي هذا هو الشكل ديالو النهائي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه، راه كتجي صراحه ناجحه بزاف 100%. صراحه غير تبعوا المكونات وطريقه التحضير هي الاهم باش كيجيكم صابلي ديالكم زوين وما كيديفورماش، وكيبقى شاد القرمشه، كيبقى يعني مقرمش مده طويله وكيجي بنين. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو الا عجبكم وكومونتير زوين بحالكم اسفل الفيديو، وبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب. وبسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه.